السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلمكم النهاردة عن سكوتر نازل جديد. المفروض إن هو تبع شركة فيجوري، بس لما قعدت أدور كده على الإنترنت لقيته إن هو تبع شركة كيوي. المفروض إن ده كان نازل من حوالي 4 سنين تحت اسم 318. اتعمل له زي نسخة معدلة كده اسمها 318 جي تي. السكوتر اسمه أريك أو إيريك أيا كان المسمى يعني. المهم إن السكوتر ده هو عامل ضجة غريبة كده في السوق. السكوتر يا جماعة 33 سي سي، 23 هورس باور، ماكسيمم سبيد 120 كيلومتر في الساعة، بيستهلك لكل 100 كيلو 3 لتر. انجكشن تبريد مية. من السكوتر طبعا يعني من حاجات الفلاج شيب بريميوم. شاشة تي اف تي، الفرامل بتاعته اي بي اس، ونازل باتنين ديسك امامي، والتانك بتاعه 16 لتر، والكرسي بيشيل خوستين كاملين، ومعاه شنطة عدة محترمة جدا. فالسكوتر يعتبر من الخامات البريميوم جدا اللي انت هتلاقيها في الحاجات الفلاج شيب، 250 و300 ألف. فوانيس ليد أمامي وخلفي بالكامل. في كاميرا أمامية بتسجل الطريق بتاعك لو انت حابب يعني. ولو ان انا شايف الصراحه ان ده اوبشن ملوش اي لازمه، انا هنشغل بالطريق ولا هنشغل بالكاميرا. بس ايا كان هي يعني تقريبا تكنولوجي كده نازله جديده لكل السكوترات، حتى زونتس والحاجات دي. فهي هو اوبشن زياده وخلاص. كل حاجه فيه هاي كواليتي. هو نازل تحت سعر 150,000 جنيه. يعني احنا اول مرة نشوف الكاتيجوري ده في السعر ده، في حين ان انت لو جيت تقارنه باس واي ام، طبعا مع فارق الشركتين ان توفر قطع الغيار وتوفر الخدمات ما بعد البيع والضمان. ضمان اس واي ام احسن. ضمان ابو حوا او ايا كان التوكيلات التانية الصراحة بعد تجربة يعني مع كذا سكوتر، لا، الحاجة الوحيدة اللي ليها ضمان وكويس اس واي ام قولا واحدا، وتوفر قطع غيار. السكوتر نازل معاه 4 طقم تيتيال، يعني طقمين غيار أمامي وطقمين غيار خلفي، ومعاه 2 فلتر زيت، ومعاه فلترين هوا، وطقم بكر سحب أصلي. ف... فده تقريبا غيار ممكن يكفيك لمدة سنة كاملة لو استخدامك شوك يعني. ومدينك برضو ضمان 10,000 كيلو أو سنة كاملة. تمام. مع برضو التنبيه يعني يعتبر الضمان في مصر مش معرفش تبع أبو حوا بالذات، أنا مش شايفه فعال أو أكتف يعني، خصوصا كذا مشكلة حصلت سواء معايا أو مع الإخوة اللي كانوا راكبين كيوي أو حاجات تبع أبو حوا. لأ، مشاكل كتير جدا، والفنيين بالذات في التوكيل نفسه اللي في القاهرة في مشاكل، والمراكز حتى اللي معتمدة في اسكندرية للأسف بيطوحوك ولازم تعمل مشكلة مع المعرض. يعني كذا حد اشتكى من موضوع كابل السرعة في كيو اكس دي في. ناس كتير بتشتكي من عيوب التقفيل المحلي بالذات. الله أعلم السكوتر ده هيبقى عامل ازاي، وضعه ازاي. ولسه كنت عامل فيديو برضو عن سكوتر نازل جديد اسمه كيوي نيكسي. فبرضو الله أعلم ما ليه قطع غيار ولا لأ. احنا عمالين نشوف الدنيا رايحة جاية، وحاجات كتير عمالة تنزل، فربنا يستر إن شاء الله. السلام عليكم.